لم تكن تستيقظ باكرا بدافع النشاط أو الرغبة في الاستفادة من الوقت، بل لأن شيئا ما في داخلها يرفض البقاء في السرير أكثر مما يجب. لم تكن تحب النهارات الطوال، لكنها تعلمت أن تبدأها بهدوء، أن تصنع قهوتها بصمت، أن تضع كتابا في حقيبتها حتى إن لم تكن تنوي قراءته، وأن ترتدي نفس المعطف الرمادي الذي لا يثير أي انتباه. كانت تخرج متأخرة قليلا عن ضوء الفجر، مبكرة قليلا عن ازدحام الناس، وتجلس في ذلك المقهى الزجاجي القريب من محطة الترام، على الطاولة القريبة من الزاوية، حيث لا تسمع أصوات المحادثات بوضوح، ولا تشعر بأنها معزولة تماما. هو وقت هش بين الليل والنهار، بين العبور والمكوث، بين أن تكون موجودة فقط، أو أن تنتظر شيئا لا تعرفه. ثم جاء هو. لم يأت مرة واحدة. لم يكن دخولا مفاجئا. كان حضوره يتسلل ببطء، كما تتسلل عادة جديدة في حياة لا تبحث عن التغيير. في البداية جلس بعيدا، ثم صار يختار الطاولة المقابلة. نفس الكرسي، نفس التوقيت. لم يكن يحمل صحيفة، لم يكن يفتح حاسوبا، لم يكن يكتب. فقط يجلس، يطلب قهوة بلا سكر، ويبقى. لم ينظر إليها مباشرة. لم يحاول لفت انتباهها. لكن شيئا في جلوسه، في سكونه، في الطريقة التي يرفع بها الكوب ويعيده إلى الصحن، جعلها تدرك أنه يعرف أنها هنا. هي أيضا لم تحاول النظر، لكنها بدأت تشعر بوجوده حتى قبل أن تراه. صارت تتنبه لصوت فتح الباب الزجاجي، لخطواته الثابتة، لموعد دخوله الذي لا يتغير إلا بدقائق بسيطة. وصار في وجوده نوع من الانتظام، كأن يومها لا يبدأ إلا إن رأت ظله ينعكس على الزجاج، أو سمعت حركة الكرسي الذي يسحبه بهدوء دون أن يصدر ضجيجا. مرت أيام كثيرة. هو لا يتكلم. هي لا تتكلم. لكن الطاولة بينهما، المسافة الضيقة التي تفصل بين نظرات لا تتقابل، أصبحت شيئا يشبه الرفقة.
لم يكن هناك سبب للانتباه، لكنها بدأت تختار مكان جلوسها بدقة أكبر. ألا تكون مواجهته مباشرة، لكن أن تتمكن من رؤيته إن أرادت. لم تكن تنتظر منه شيئا، لكنه إن غاب، شعرت بأن هناك فراغا غريبا يضغط على الصدر، فراغ لا يشبه الغياب، بل يشبه الصمت حين يكون ناقصا. في أحد الأيام، دخلت ولم تجده. جلست. طلبت قهوتها. فتح كتابها. لكنها لم تقرأ. كانت ترفع عينيها كل دقيقة، كل 5 ثوان. وفي المرات التي لا يفتح فيها الباب، كانت تشعر بنوع من التقلص داخلها، كأن شيئا ما يتأخر، أو يفلت، أو ينقصها. غاب يومين. ثم عاد. جلس كأنه لم يغب. ونظرت إليه كأنها لم تنتظر. لكنه هذه المرة رفع عينيه. لحظة واحدة فقط. لم تدم أكثر من رمشة، لكنها كانت كافية لتجعل قلبها ينكمش كأن شيئا حقيقيا حدث. لم يقل شيئا، ولم ترد النظرة، لكن العالم كله تغير قليلا في تلك اللحظة. أصبح أقل صمتا، أكثر ثقلا، وأكثر قابلية لأن يحمل شيئا لا اسم له. منذ تلك النظرة القصيرة جدا، تغير شيء لم تستطع تسميته. لم تكن نظرة مباشرة، لا فضول فيها، لا تلميح، لا خفة. كانت أشبه بإقرار: أنا أعلم أنك هنا. وكأن الحضور المتكرر لم يعد عفويا، بل أصبح مقصودا من الطرفين حتى لو لم يعترف أي منهما. ومنذ ذلك اليوم، لم تعد تشعر بأنها تشرب قهوتها وحدها. هو لم يغير مكانه، لا مرة واحدة. ولم تغير هي طاولتها. صارت الأشياء محددة في هندستها اليومية، في التوقيت، في عدد الخطوات حتى الباب، في الإيمئة الصغيرة للنادلة، في صوت قلبها حين يدخل.